ازيكم؟ يلا نعمل مع بعض احلى واسهل طريقة للعيش. في الفيديو ده ان شاء الله هقولك على الطريقة الصح للعيش اللي هتطلعه معاكي طري جدا ومنفوخ، ولا رغيف هيبوظ منك ولا رغيف مش هيقب معاكي. وكمان هعمله معاكم على البوتاجاز من فوق. تابعي بس الفيديو معايا للنهاية عشان هقولك على التفاصيل كاملة للعجينة المظبوطة. ولو انتي اول مرة تعملي العيش او كنتي بتعمليه وبيبوظ معاكي، ان شاء الله في الفيديو ده هقولك على كل التفاصيل اللي تطلعوا معاكي ناجح بنسبة 100%. طبعا شايفين شكله بيتكلم عن نفسه، من حلاوته كده هتاكليه لوحده من غير اي حاجة. لو اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، وهدخل معاكم بقى في الطريقة على طول. اول حاجة عندي نص كيلو من الدقيق جميع انواع الاستخدامات، او الدقيق السايب العادي اللي من عند العطار. حطيت عليه معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر مليانة، وهبتدي احط معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية او كيس من الخميرة الفورية اللي هو بيكون 10 جرام. اتأكدي من الصلاحية بتاعة الخميرة الفورية ومن البيكنج باودر. المهم هدي للدقيق كده تقليب عشان المكونات كده تختلط كلها في قلب بعض. وهكون مجهزة عندي مية دافية عشان تسرع من نشاط الخميرة عندي. حطيت كوباية واحدة بس من المية، وهخلي ربع كوباية من المية على جنب، لان كل دقيق بيحتاج كمية مختلفة من السوائل. يعني ممكن يبقى ازيد معلقتين مية، اقل معلقتين مية، هنشوف الكلام ده مع بعض دلوقتي. المهم هبتدي بقى، انا قلبت الاول بالمعلقة شوية وبعدين ببتدي بقى اعجن بايدي او الم العجينة بايدي، ومعايا ربع كوباية من المية على جنب زي ما قلتلك. هبتدي انزل بالمية عندي تدريجيا عشان اوصل للقوام اللي انا هقولك عليه. محتاجة عجينة تكون بتلزق شوية، هوريك القوام المظبوط في الفيديو. بس بعد ما قلبت في الطبق بتاعي كده عشان اخد راحتي، العجينه بتاعت العيش بتحتاج عجن كويس، فحطيتها على الرخامه عندي وابتديت اعجن فيها زي ما انت شايفه كده لمده 5 دقايق، لحد ما العجينه ابتدي انشط الجلوتين اللي فيها، والعجينه تكون معايا عامله زي الاستك ويكون فيها تلزيقه بسيطه زي ما انا قلتلك. المهم هبتدي اعجن فيها كويس كده على الرخامة، او ممكن تعجنيها بالعجان لو عندك عجان، هيبقى الموضوع اسهل عليكي يعني. المهم خلاص لميت العجينة بعد حوالي 5 دقايق عجنتها. بشد العجينة زي ما انت شايفة كده بتتمط معايا، والعجينة بتلزق في ايدي لو انت واخدة بالك، بس مش بتلزق كتير، يعني بتلزق لما بسيبها او بضغط عليها بتفك التلزيقة من ايدي. خلاص وصلت انا للقوام بتاع العجينه اللي انا عاوزاه. ابتدي احطها في الطبق بتاعي واغطيها واسيب العجينه تخمر كويس جدا. لو الجو حر سيبيها نص ساعه، ولو في الشتاء ممكن تاخد معاكي ساعة ساعة ونص على حسب درجة حرارة الجو. المهم بعد ما العجينة خمرت معايا طلعتها عندي على الرخامة وبلفها رول كده، وببتدي بقى اقسطها على حسب ما انت عايزة حجم رغيف العيش بتاعك قد ايه. الحجم اللي انت شفتيه في اول الفيديو ده، انا بعمل العيش دايما بنفس الحجم اللي انت شفتيه. فانا بقطع النص كيلو على 10 أرغفة او 12 رغيف، او ممكن اكتر ممكن اقل على حسب ما انتي بتحبي حجم رغيف العيش اللي عندك عامل ازاي. المهم باخد قطعة قطعة كده من العجين وبلفها، وبعدين على الرخامة ببتدي اكورها عشان يكون ملمس الرغيف من على الوش ناعم زي ما انت شايفة كده. هعمل كل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة، وتكون ايدك سريعة عشان خاطر ما نركنش العجين بره كتير ويبتدي وشه يعمل قشرة كده. ولو انتي بطيئة شوية ممكن تكوني مجهزة صينية عندك وفيها رشة كده من الدقيق، كورة كورة تعمليها وتحطيهم على الصينية وتغطيهم بفوطة. المهم بعد ما خلصت الكمية اللي عندي جبت صينية رشة كده من الدقيق وحطيت كور العجين بعاد عن بعض وهبتدي اغطيهم. لو انتي مستعجلة هتشتغلي في الكور دي على طول زي ما انا عملت، لو انتي مش مستعجلة سيبيهم يرتاحوا 10 دقايق، هيبقى موضوع الفرد بالنسبة لك يعني مجرد ما تحطي المردانة كده على قطعة العجين هتلاقيه اتفرد معاكي بكل سهولة. بس انا كنت مستعجلة فاشتغلت على طول، وكمان ما خدش معايا وقت برضو. المهم ان انا عشان العجينه كانت طريه في الاول وفيها تلزيقه بسيطه، طبعا بحط رشه بسيطه خالص من الدقيق على الرخامه فما بيخليش العجينه تلزق معايا. ده حجم الرغيف اللي انا عملته.
بيبقى بسمك كده 1 سنتي. المهم كل رغيف انا بفرده بكون مجهزة صينية عندي فيها رشة كده من الدقيق، بحط الرغيف اللي انا فردته جنب بعض، بس حاولي ما تلزقيش الارغفة في قلب بعض، عشان لما بيرتاح بيفرد شوية عشان ما يلزقوش في قلب بعض. المهم عملت كل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة، وهسيب بقى العيش بتاعي يرتاح مش اقل من تلت ساعة. بعد ما اخلص خالص سيب العيش بتاعك يرتاح تلت ساعة، عشان نضمن ان شاء الله لما نيجي نسويه ان العيش كله ينفخ. المهم بعد تلت ساعة جبت الطاسة بتاعتي سخنتها كويس جدا على درجة حرارة اقل من المتوسطة. اول لما سخنت الطاسة ابتديت احط الرغيف، وانا هوريكي دلوقتي اغلب الارغفة اللي انا عملتها، هوريكي ان العيش كله نفخ، وهقولك دلوقتي التسوية المظبوطة. بحط الرغيف زي ما انت شايفة، اول لما يعمل كورة كده فيها هوا او فقاعة من الهوا بشيله باي حاجة، اسباتيولا مثلا، وبقلبه على الناحية التانية عشان اساعد رغيف العيش ان هو يقب معايا بشكل متساوي، والعيش كله يقب معايا بنفس الطريقة. زي ما انت شايفة بحط رغيف العيش على وشه، واول لما يعمل فقاعة او بالونة صغيرة في المرحلة دي هبتدي لازم اقلبه الناحية التانية، وبعدين بسيبه بقى هو بينفخ مع نفسه. ممكن تساعديه كده ان انت تضغطي عليه ضغط خفيفة من على الوش، وممكن ما تضغطيش عليه لو انت مش متعودة ان انت تسوي عيش. بلاش تعملي الحركة دي عشان ممكن تقطعي العيش والهواء السخن يخرج منه. المهم زي ما انت شايفة كده بحط الرغيف على وشه، بستنى لما يعمل فقاعة الهوا دي، واروح شايلاه بالراحة كده وقلباه على الناحية التانية على درجة حرارة اقل من المتوسطة، حاجة بسيطة. لما بطلع العيش عندي بحطه على فوطة، يعني العيش يتهوى، وبعد كده بحطه في كيس. ما تحطوش في كيس او تغطيه او لما تشيليه من على النار عشان ما يعرقش ويعجن في بعضه، لا سيبيه يتهوى شوية، وبعدين ممكن بقى تشيليه في اكياس عندك بعد ما يبرد. وبكده اكون خلصت كل العيش اللي عندي. انا كنت حريصة ان انا احط لكم مقطع سريع كده للعيش كله عشان اوريكم ان العيش كله ما شاء الله بيقب معاكي وبيطلع طري جدا. التزمي بالتفاصيل اللي انا قلتلك عليها في الفيديو، ان شاء الله هتطلعي احلى عيش وهتعملي منه كمية، وكمان هتحبي الطريقة دي لانها سهلة قوي، وانت كمان هتحبي ريحة خبيز العيش في البيت، وكمان لما تطلع معاكي بالنتيجة اللي انت شايفاها دي هتحبي ان انت تعمليه دايما. يا رب الطريقة دي تكون عجبتكم، ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.